السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال ده جالي في التعليقات. أوقات كتير بيجيلي أسئلة ما بعرفش أرد عليها بالتعليق، لازم يا إما فويس يا إما فيديو. فأنت لو عندك سؤال اكتبه في التعليقات تحت الفيديو ده وأنا هرد عليك بفيديو زي ده. السؤال بيقول: ابني 4 سنين ونص، مفروض يكون عارف إيه؟ يعني الطفل ده المفروض يكون عارف إيه عشان يكون متأسس كويس، عشان ما يكونش متأخر، عشان يكون إيجاري المنهج الجديد. طيب انا هجاوب على السؤال ده. الناس اللي هتقول صغير واللي انت بتتكلم في ايه، ما نجيبه لك جاهز احسن، ما نعرفش ايه التعليقات السخيفه اللي بنشوفها، الكلام ده مش ليك، ده لحد بيسال ابنه 4 سنين ونص المفروض يعمل ايه. 4 سنين ونص المفروض نبدا اصلا من تاسيس من سن 3 سنين، 3 سنين ونص. طب ليه 3 سنين 3 سنين ونص؟ بص، في طفل 3 سنين وبيعرف يردد، زي ما هنقول عليه كده ايه، لبلب، تمام، بغبغاء. وفي طفل عنده 3 سنين ونص لكن لسانه تقيل، ده ما ينفعش اسس معاه. ليه؟ لان انا محتاج اردد ورايا، يقول لي A capital A small، the A makes the sound A، الف همزه باء نقطه تحت تاء نقطتين، عايز يرد ورايا، تمام. 1 2 3 4 5 او واحد حساب 2 3، فلازم يردد ورايا. يبقى هنا العامل مش عامل سن، اكتر ما هو عامل ان الطفل مستوعب. يعني ممكن ابدا حد 3 سنين يجي لي ابدا معاه، وحد تاني 3 سنين ونص، تمام، ما اقدرش ابدا معاه. ليه؟ لسانه تقيل وما بيعرفش يتكلم، لسه محتاج شويه، تمام. طيب لو الطفل كويس وسليم وبيردد بسرعه، ابدا 3 سنين فورا، ابدا 3 سنين. انت اصلا من سن سنتين ونص، تمام، ابدا اديله قلم وخليه يشخبط، مش ما تلزموش بحاجه، يشخبط يعني عشان بس عضلات ايده تقوى، تمام. يشخبط في اي حاجه، يبدا 3 سنين 3 سنين نبدا نقول ورايا بابا الف همزه باء اي كابيتال اي سمول، ونعلمه تاسيس واحده واحده على قد سنه، تمام، ونعمل له نقط ويمشي على النقط دي. طيب نرجع للسؤال بقى. ابني 4 سنين ونص المفروض يكون عامل ايه؟ طيب انا ما اعرفش 4 سنين ونص ده ظروفه ايه، هل هو بيتكلم كويس؟ كان المفروض نبدا معاه من بدري شويه. 4 سنين بالنسبه لي انا وبالنسبه للاطفال اللي بتجيلي، او طفل سوي يعني بيتكلم بسرعه، المفروض يكون هو بادئ تاسيس من سنه، المفروض يكون خلص الحروف عربي وانجليش، مخلص الحروف باصواتها، تمام، مخلص الحروف باصواتها، ركز معايا، مخلص الحروف عربي ومواضع الحروف، وبيقرا كلمه من 3 حروف. انا ما بهولش، انا ما بهولش، تمام. احنا بنقول اضعف الايمان، احنا بنقول لان 4 ونص ده كي جي 1، تمام. كي جي 1 يبقى عارف حروف عربي وانجلش، عارف من 1 ل 10 في الماث او حساب، وعارف للزان ومور زان، ويبدا يجمع رقم برقم. 4 سنين ونص، اه والله 4 سنين ونص. معاك حد كده؟ انا معايا 4 سنين شغالين في المدود دلوقتي، وشغالين في الشورت فاولز، وبنزل الفيديو بتاعهم على الصفحه، تمام. وبيجمعوا رقمين وبيطرحوا رقمين. 4 سنين ونص، بس انا ماليش علاقه حد بدا بدري معايا، حد بدا بدري معايا، ماليش علاقه، انا بتكلم في المجمل. يبقى يعرف الحروف عربي وانجليش، اصوات الحروف، تمام. يبدا يقرا حرفين مع بعض انجليش زي با، كا، دا، هيعرف، تمام. عشان يدخل كي جي 2 4 سنين ونص لعندي 5، يبقى خلاص بقى ايه، احنا بنتكلم في 4 سنين مواضع الحروف عربي وحركه الفتح، تمام. خلال ال5 شهور دول لما يوصل 5 سنين هبدا اديله ايه؟ اديله بقى الكسر والضم والمد بالالف والمد بالواو والمد بالياء. من 5 ل6 اللي هو كي جي 2 يبدا بقى ياخد الشده والتنوين بالفتح والتنوين بالكسر والتنوين بالضم، ده الشمسيه والقمريه. يروح اولى بيعرف يقرا عربي، تمام. لما احطه في الموضوعات اللي عنده في المنهج يبقى يعرف يقرا، يعرف يتكلم ويعرف يقرا، تمام. حد يقول لي لسه صغير، صغير يا جماعه، ده الترم الثاني بتاع اولى، في الفعل الماضي والمضارع، في الصفات، في ازاي اكتب جمله تحت الكلمه، ازاي اوصف، تمام. تخيل، فما تقوليش صغير، صغير كان زمان نفضل ناسس في الطفل اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه كمان، لكن دلوقتي لازم يروح اولى بيعرف يقرا، حتى لو بنسبه 60% ل 40% هيكتسبهم منين تانيين في الترم الاول والترم الثاني، هيطلع من اولى ممتاز بيرفكت. مش ابدا معاه لسه في سنه اولى، لانه عنده منهج ايه يا عم؟ ده سنه اولى. ما يا حبيبي والله اول قصه استماع في سنه اولى في اللغه العربيه بتتكلم عن ان الارض كرويه، ده ساينس اهو. الارض كرويه وفيها لونين، لون اخضر ولون ازرق. اللون الاخضر بيدل على الاشجار والزرع، واللون الازرق بيدل على
البحيرات والمحيطات. ده في سنه اولى، في سنه اولى في الترم الاول بيعرف الطفل، بيهيئه للدراسات ان الارض كرويه، تمام، وان ان احنا بنرمز للخريطه في مفتاح الخريطه في سنه رابعه تحت الرموز اللي تحت. اللون الاخضر، مش عايز اخرج بره السؤال، اللون الاخضر للزرع واللون الازرق للبحار والمحيطات، تمام. عنده قصه استماع زي قصه استماع. فكر اولا ان الولد لازم ياخد قرار قبل ما يطلع الكلمه من بقه، لازم يعرف هتأذي حد قدامه، تمام، نفسيا او هتجرحه، يبقى ما يقولهاش الاول، تمام. ده كله في المنهج. حد سؤال تاني او حاجه تانية بتعرف الطفل ازاي يصنع الورق او يستخدم ريسايكلينج، اعاده التدوير في البيت، ان هو يمسك الورق ويعجنه تاني ده مش هيعمل كده، بس بيعلمه ازاي ما يفرطش في الحاجه، ان هو يعيد استخدام الحاجات تاني. ليه؟ عشان عصفورين بحجر. اولا ما اذيش البيئه، ما رميش الورق ده يأذي البيئه عندي عشان التغير المناخي، وفي نفس الوقت ان انا استفيد من الحاجه دي. فما تقوليش صغير. يبقى الطفل كي جي 1، وهقولها تاني وتالت، لو في ايدي ان انا اغير منهج كي جي 1 وكي جي 2 مدارس اللغات والانترناشونال، هخلي كي جي 1 الحروف والفتح والضم والكسر، تمام، وكي جي 2 للمدود والشده والتنوين. الانجليش كي جي 1 الحروف واصواتها والشورت اي شورت او على استحياء كده، تمام، او شورت فاولز كلها. والكي جي 2 نديله بقى اللونج فاولز والدايجرافز والحروف السايلنت. الماس والحساب نفس الحكايه. كي جي 1 ياخد الارقام من 1 ل 100 بس مش مره واحده، فيها تفاصيل طبعا، وياخد اللزان والمرزان وجمع رقم برقم ورقمين برقمين، طرح رقم برقم ورقمين برقمين. يوصل بقى كي جي 2 ياخد الترتيب التصاعدي والتنازلي، وياخد المربعات السحريه والاشكال الهندسيه، يروح اولى مرتاح. ده اللي مطلوب من الطفل. انت بقى هتقول لي هو ليه هو تعقد؟ انا مش اللي بعقدهم، اصل انا واحد انا بدرس المنهج الجديد من اول كي جي لعند سنه 6 وعارف المنهج عايز ايه. والله احنا يعني عايزين نخلي الاطفال قاعدين مستريحين، بس للاسف الشديد لازم يروح اولى بيعرف يقرا. لو بنسبه 60% الى 40% هيكملهم في اولى من الموضوعات والحاجات كلها. مش بكلمك بقى على النحو ولا هذا وهذه ولا انا ونحن، ولا بقول لك ان هو يقطع كلمات، مع ان في طلاب عندي بتقطع وهي عندها 4 سنين ونص، تمام. ده اللي المفروض الطفل يعرفه. طيب انت عندك ايه؟ لو انت كمستر عندك محتوى ايه ينفع الفئه دي؟ عندي كورس تاسيس شامل يا جماعه، عربي، ماث، انجليش، حساب. ده في 4 كورسات. كورس فونكس من اول حروف لعند الكورس ما يخلص. كورس عربي من اول حروف شامل كل حركات ونحو لعند ما يخلص. كورس حساب وماس من اول ارقام لعند ما يخلص العمليات الحسابيه كلهم. الكورس ده كله كامل موجود، بتابع معاك الواجبات واحده بواحده، بوصل ابنك من 3 سنين لعندي 5. شوف هو 2 معاك او 1.5 سنة، بيكون عنده 5 سنين او 5 سنين ونص متاسس كويس، تمام. ولو عايز تكمل معايا بعد كده بدخله منهج اولى الترم الاول. ازاي 5 سنين ونص؟ ما هو بقى خلاص، ما احنا اسسناه صح. دي كلها تفاصيل. طب انا عايز ماده الانجليش بس، عندي كورس الفونكس بس لازم الطفل يكون عارف الحروف. ده بقى لاولى وثانيه وثالثه وكي جي 2 اللي هو عارف الحروف. انا عايز انجليش بس. طب عربي، موجود عربي بس لازم الطفل يكون عارف الحروف، تمام. يبقى انا عندي خيارين، يا اما ابني مش عارف الحروف ياخد كورس كل المواد هاسسه كويس جدا جدا، او عارف الحروف وعايز الخطوه اللي بعد كده بس عايز ماده واحده يبقى يخش الفونكس، ماده واحده بيخش كورس العربي. طب انا عايز كل المواد يبقى يخش كورس التاسيس الشامل، وهسيب لك لينك الواتس تحت للتفاصيل للكورس ده. استغل الاجازه وجرب، وهتلاقي لو عندك اطفال قبل كده هتحس بالفرق، ان ده هيطلع احسن حد منهم. انا معايا اطفال ومعايا اولاد ناس، يعني معايا اطفال لغايه 6 ابتدائي، تمام، واخوها اللي وراها 3 ابتدائي، ومعايا البنت 4 سنين دلوقتي. اكيد التجربه دي ناجحه، تمام. التاسيس الصح مفيش احسن منه. ما تسمعش اللي كلامه يقول لك لسه صغير ما اعرفش ايه. محدش هيشيل الذنب ده او التعب ده غيرك انت. يعني ايه؟ يعني ابني لما يوصل تانية وثالثه ورابعه ما يعرفش يقرا، تمام، مين اللي هيتعب؟ اكيد انت وهو. هتقول لي مثلا هعلمه في سنه اولى. طب معاك، هنبدا تاسيس في سنه اولى. طب موضوعات سنه اولى بقى، لو قلت لك هي بتاسس ماس، بتاسس علوم والساينس ومهارات حياتيه. المنهج خساره تضيعه على ابنك. هيطلع لو اتشرح صح هيطلع طفل مثقل. الدرس المنهج فيه قيم، في مبادئ، في احترام،
بيخلي الطفل يتعلم يكسب ازاي، ده كله بنشتغله طبعا في المنهج. بعلم الطفل ازاي يحترم، ازاي يتكلم، ازاي يفكر في مستقبله، ازاي يفكر في مهنته، ده كله موجود. فما تحرمش ابنك من ده في اولى، ما تلمش بقى تانية وتالتة ورابعة، ده في اولى. تخيل. فانت لو انت ما اسستش في كي جي 1 وكي جي 2 هيروح اولى، فالموضوع ده هتروح عليه. هيبدا يروح تانية ياخد منهج اولى، هتلاقي في لخبطه على طول، دايما هيفضل معانا اللخبطه اللي عنده وهيأثر وهتضغطه. فابدا فورا، ما تسمعش كلام حد، كل واحد ادرى بمصلحته ومصلحه اولاده. اللي يقول لك في التعليقات يا عم ده اجازه سيب العيال تفرح، ماشي تفرح. لو انا ابني متاسس اسيبه في الاجازه يفرح، بس مش الاجازه كلها. الاجازه كلها 5 شهور كتير. الاجازه اصلا على طفل متاسس كويس 5 شهور هينسى، مع موبايل، مع كرتون، مع الفاظ، مع بيسمع من ده ويسمع، هتدخل. ما هو في وقت فاضي هيعمل ايه؟ موبايل طول النهار. ده لو طفل متاسس ال5 شهور كتير عليه هينسى. تخيل بقى لو طفل اصلا ضعيف عايز تقعده كمان 5 شهور، لا، استغل الاجازه. استغل الاجازه. الكلام ده لاي حد. طب انا ابني كويس واقف على ارض صلبه، خليه يريح شهر بعد الامتحانات. اشغله في اي حاجه، اشغله في اي حاجه، اشغله في اي حاجه. هم ما تسيبوش للموبايل وتسيبه فاضي. بس كده، ده اجابه السؤال، وشكرا والسلام. لو عندك سؤال بقى اكتبه تحت في التعليقات وانا هجاوب لك عليه ان شاء الله. السلام عليكم.